السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ويا رب دايما بخير. احنا المره دي بنعمل الفيديو من ملعب المباراه. هنقعد نتكلم وننزل نعمل عكس اللي احنا بنتكلم فيه، هنطبق بص بلاوي، هنعمل كوارث في الملعب غير اللي احنا بنتكلم فيه. اتفرجنا على ماتش تونس وكرواتيا، والماتش ما وصلش يعني، بصراحه كان ماتش ممل شويه. بس تونس كانت احسن من كرواتيا، ولعبت كور كتير في ورا ظهر الدفاع بتاع كرواتيا، ودي حاجه يعني تدعو للتفاؤل، لان كابتن حسام حسن اصلا بيحب يلعب الكور الطويله والاندفاع البدني. بس دايما في عيوب عنده في الموضوع ده، لان على طول دفاعه بيتضرب. اسلوبه مفهوم من كل اللي بيلعب قدامه، فلو لعب فعلا بالاندفاع البدني اللي بيعمله ده والكور الطويله دي، كرواتيا بتقدر تستحوذ على الكوره، هتلعب كورتين ثلاثه من وسط بين الدفاع وبين نص الملعب، وهتروح فجاه كده هتلاقي اللعيبه انفرادات. خصوصا ان نص ملعب كرواتيا يعني بروزوفيتش ومودريتش وكوفازيتش، الثلاثه بيعرفوا يمسكوا الكوره، والثلاثه الباص بتاعهم عالي جدا. فكون ان انت تلعب كور طويله والكوره ترجع لهم، انت خلاص انت تلعب عليك بالمرتدات وشلت بتاع 19 مثلا. لكن لو قدرنا نمسك الكوره زي ما عملنا في اوقات من الماتش اللي فات، دفاع كرواتيا بيتضرب، دفاع كرواتيا بيتلعب عليه. تونس وصلت مره واثنين وثلاثه واربعه، بس هم ما قدروش يخلصوا الماتش. تونس كانت تقدر تخلص في الماتش ده بدري بدري. غير كده انا مش شايف خطوره لكرواتيا. احنا عشان نلعب كرواتيا لازم نعمل زحمه في نص الملعب، يبقى فيها لعيبه بتعرف تمسك كوره. طبعا في عدم وجود امام عاشور احنا في نصيبه، لان هو كان افضل واحد المفروض يلعب في الماتش ده، وهو اللي يقدر يحرك الكوره بين الخطوط بتاعته. لكن خلينا نتكلم مبدئيا كده، هو الدفاع هيفضل زي ما هو، لان احنا شفنا برضو في اسلوب حسام الماتش اللي فات ان هو الاثنين الثمانيه اللي في الملعب بيميلوا ناحيه الوينجين، وبيبتدوا يبنوا الهجمه من على الاطراف. فهو هيعمل كده، وهيلعب برضو 6 بمروان عطيه. انا شايف ان ده هيبقى مهم جدا، لان هو هيبقى الدستروير بتاع الفرقه. وبصراحه يعني لو قدر مروان عطيه يطبق الضغط كويس على مسك الكوره، هو طبعا هيلعب على عتاوله في العالم. بروزوفيتش ومودريتش وكوفازيتش لو قدر يبوظ الهجمه من رجلهم، يبقى احنا كده في الامان، وهو ده اللي مطلوب. هيلعب بحمدي فتحي، وانا مش يعني انا في رايي يعني يلعب بواحد تاني غير محمد مجدي قفشه، يلعب معاه 8، يعني حمدي فتحي وكوكا. يعني يلعب، بما ان احنا بنلعب دوره وديه، جرب ان هو لما يجي يلعب ب3 في نص الملعب وامام عاشور مش موجود، ممكن يلعب مين. فيجرب كده شويه لغايه ما ينزل قفشه، برضه هيبقى له دور مهم، ان هو لازم يمسك الكوره برضه في نص الملعب، لازم يقدر يمسك الكوره، فلازم هينزل قفشه. بس انا شايف في البدايه لازم يلعب ب3 قدام نص ملعب كرواتيا، لان انا مش شايف اي خطوره لكرواتيا غير منه. انا شايف ان مصطفى محمد فرصته هتبقى حلوه، لان في كور كتير بتلعب في ظهر جفارديول والسيرد باك اللي جنبه. وطبعا يعني لازم مصطفى فتحي يلعب الماتش ده، لان انت لازم يبقى عندك لعيب مهاري يفك التكتل اللي كرواتيا بتعمله. انت برضو هتلاعب فرقه ما بتفتحش ملعبها، ما بتهاجمش، ودي مشكله قدام كابتن حسام حسن، لان اصلا احنا يعني اللي شفناه ان هو بيلعب بالضغط على حامل الكره. ودي سلاح ذو حدين. لو الضغط ده ما اتطبقش بشكل كويس واتغطى ورا اللي بيضغط، احنا هنلبس كوره. والكره اللي هنلبسها لا مش نيوزيلندا اللي رايحه بيها، ده منتخب كرواتيا، يعني هتلاقي حد بيخلص. حسام حسن في المجمل بدا باللي انتهى بيه فيتوريا، يعني احنا انا ما شفتش جديد، ما شفتش حاجه اتغيرت، يعني انا شايف كده اكن اسلوب فيتوريا هو اللي بيلعب. ممكن يكون دي البدايه، ممكن يكون عشان الوقت كان قليل، فهو بيلعب باللي انتهى بيه فيتوريا. فان شاء الله قريب نشوف طريقه ثانيه، فكر جديد، وان شاء الله نكسب الماتش الجاي. برضه انت بتلعب كرواتيا، يعني ما بتلعبش فرقه صغيره، وهتبقى دفعه كبيره للمنتخب واللعيبه، ودفعه كبيره للكابتن حسام حسن. وقولوا لي توقعكم والتشكيل المناسب بالنسبه لكم. ارجع اقول التشكيل من تاني: الجون ابو جبل هيقف، الاربعه المدافعين زي ما هم: محمد هاني، عبد المنعم، رامي ربيعه ما كانش وحش على فكره، ومحمد حمدي. نص الملعب مروان عطيه، يجرب كوكا وينزل حمدي فتحي. لو مش هيلعب كوكا يلعب محمد مجدي قفشه زي الماتش اللي فات. على اليمين يلعب مصطفى فتحي. في الهجوم مصطفى محمد. على الشمال يبدا بمرموش، ويخلي تريزيجيه افضل بديل. قول لي التشكيل ومستنيك، وما تنساش اللايك والسبسكرايب عشان نتابع مع بعض الاخبار. كل سنه وانتم طيبين.